ها الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، ديال الطاجين ديال 7 الخضار. الحاجه الوحيده اللي ما شاركتش معكم فيه هي من قطعت البصله هكا رونديلات، هي اللقطه الوحيده اللي ما شاركتش معكم ياك. ومني طاب زدت شويه ديال الهريسه، حطيت الزيتون غير خضر ما مسلوق ما والو، كيجيناه من عند البقال غسلناه حطيناه. ولا صوص طوماط ها هي، تقدري ديريها بحال كونفيتير تعطي لهم مع العشيه في بلاصه كونفيتير تعطيهم لاصوص طوماط. غادي تقول لي مطيشه غاليه، راه من طبيعه الحال مطيشه غادا ترخص وتوصل 40 وتزيد ترخص. حناش باغيين غير الحاجه الزوينه، ملي تكون رخيصه نستغلوها وناكلوها وناكلو لوليداتنا. وما تنسونيش من ابوني جيم بارطاج، وثيقوا بيا الطاجين ديال 7 الخضاري كيجي روعه، زوين زوين زوين. جربوه وردوا عليا في كومونتير. السلام عليكم متتابعين قناة نعيمة ذكرى. اليوم جيت وجدت لكم هاد الوصفة صيفية، طاجين ب7 ديال الخضاري. كنسمعوا الكسكسو ب7 الخضاري، اليوم غادي نديرو طاجين بلا اللحم ب7 الخضاري مع هاد الغلا ديال اللحم. وكاين الناس ما كياكلوش اللحم، الله يشافيهم ويداويهم في الغيب، نطلبوا لهم الله الشفاء. بغينا نقترحوا هاد الطاجين ديال الخضره، وصدقوني كيجي لذيذ وبنين بهاد المواصفات اللي غادي نقول لكم. والخضره اي نوع عندك ديال الخضره، هذا داكشي اللي كان باقي في الثلاجه هو اللي فضلت وقلت غادي ندير لكم به وصفه، وغتشوفوا داكشي اللي كيكون عندنا شايط في الثلاجه. كتقولي قرعه ما ديرش ليا، بصله ما ديرش فلفله، انا جمعتهم لكم غادي نحطهم لكم وصفه. وصدقوني راه لا جربتوه يجيكم بنين. ندير لكم طاجين ب7 ديال الخضاري، وغادي نرافقوا ببطيشه معسله. هانتوما غتشوفوا اليوم الوصفه ديالنا ما فيها اللحم، ما فيها الدجاج، ما فيها حوت، فيها الخضره. بسم الله وعلى بركه الله ونبداو. ونتمنى منكم دعموا القناه، ابوني جيم، تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. الله اللي غادي يجازيكم وبيكم باش غتكبر القناه، ولا كبرتوا بيا الله يكبر بكم. وبسم الله. عندنا 3 ديال البطاطات نقطعوهم على 4 على هذا الشكل بحال هكا. عندنا ليشو كيتباع هكا صغير، ما عندك الصغير بحال هكا تفضلي ديري كبير او اي نوع ديال الخضره عندك. عندنا الفلفله قطعنا على هذا الشكل، عندنا القرعه مازال ما قطعناهاش، عندنا مطيشه مقطعه هكا، عندنا فلفله مقطعه دواور، عندنا الجلبانه، عندنا في العطريه كنديروا الخرقوم، سكينجبير، تحميره، الملحه، البزار. عندك الهريسه بغيت ديريها تنقصي من القياس ديال البزار. عندك فلفله حاره كتزوقي فيها الفوق ديال الطاجين ديالك. عندنا باش كنصبو بالزبده وزيت العود. عندنا الثومه غادي نقيوها، عندنا القزبر ومعدنوس. بسم الله ونتوكلوا على الله وتبعوني وصدقوني غتجي وصفه لذيذه. كناخذوا الطاجين ديالنا بعد ما درنا فيه البصله. ملي قطعنا القرعه قطعنا على هذا الشكل، هي كنحطوها الوسط. كنزيدو البطاطا، هانتوما معانا خطوه بخطوه غتشوفوا فين غادي يوصل الطاجين وكي غادي يجي. وصدقوني راه كيجي بنين. البطاطا اللي بقات لينا كنقطعوها نحطوها فوق القرعه بحال هكا. كنحطو مطيشه، غير جربوا هاد الوصفه وصدقوني راه كتجي زوينه لذيذه وبنينه. كنزيدو الجلبانه، البطاطا اللي بقات عندنا
دخلت بطاطا حيت ضروري الدراري كيبغيو بطاطا وكلنا كنبغيو بطاطا، ماشي نديرو السبه غير بالوليدات. الفلفله بصله، راه دايرين البصله لداخل ولكن البصله كتعطيه مذاق زوين، البصله كتواتى مع الخضره. ويلي ما صورتش. بعد ما خلطنا العطريه كامله مع الماء مع الثومه مع الربيع مع كل شيء وسقينا بها، الماء اللي بقى لينا كنكبوه في الجنب. هاد الطاجين كيحتاج كاس ديال الماء بيه باش كنخلطوا العطريه، وهو اللي كنكبوه في الجنب. ها نتوما معانا مني كبينا زدنا الماء، هذاك هو الروا ديالنا. كناخذوا الزيت قيمه 2 العواشق كنكبوهم. الزبده اختياريه، ما بغيتيش ديري زيت العود وديري هكا غير زيت العاديه، ليك الاختيار، ديري اللي يناسبك. الزبده اختياريه، الزبده كتعطي مذاق زوين. كنديروا الطريفات ديالنا ديال الزبده الفوق كما كيذوبوا كما كتدخل لينا الزبده مع الخضره. وصدقوني الزبده كتعطي المرقه مريقه اللي هذا مذاق زوين. بغيتي ديري غير بالزبده كطيبيه وحتى الاخر عاد ديري الزبده، الاختيار ليك وعلى حسب الذوق اللي بغيتي. هنا مني غادي يطيب الطاجين غادي يرجع معكم وتشوفوا. ما كيريبش الطاجين كي كيطيب كي كيبقى واقف بحال هكا. هانتوما غادي تشوفوا في الاخر. مطيشه معسله، كناخذوا كيلو ديال المطيشه، او مني تكون المطيشه رخيصه كنديروا هاد الوصفه من الدراري. كتجي شكل ديال الكاتشوب وكتعجب الدراري الصغار بزاف وكياكلوها. كناخذوا مطيشه نعطيكم قياس ديال كيلو ديال المطيشه، كنزيدوا عليه مطيشه كنشدوا اولا كنقطعوا مكعبات كنديروها في طنجره او كاسرونه كتسلق من السلقه، كنطحنوها بماكينه او باي حاجه، او نطحنوها خضراء او نحكوها. المهم نحصلوا على مطيشه على هذا الشكل. كنزيدوا عليها شويه ديال البزار، كنزيدوا عليها القياس ديال الملح، كنزيدوا عليها في الكيلو تقريبا 4 كاس ديال الزيت العاديه. هذه هي المقادير اللي كنديروا. المطيشه كتكون عندنا بحال هكا، كنردوها فوق البوطه حتى كطيب. عندنا القرفه عواد كنديروها، ما كايناش كنستغناو عليها، كنردوها فوق البوطه حتى كطيب. مني طيب نرجعوا معكم باش نزيدوها سنيده وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. هاد الوصفه غادي نرافقوها الطاجين فوق البوطه. مني طيب نرجعوا ليه. بعد ما طابت لينا مطيشه كنزيدوا عليها في الكيلو كنديروا 2 عواشق ديال السنيده. انا درت هذيك السكر اللي بقى اللي كيكون عندنا شايط. الا شريتي الباكيه ولا هرستي القلب كيبقى عندك السكر، هو اللي درت وهو اللي ديري تخدميه. كتحركي كيلو كديري 2 عواشق وكتذوقي الحلاوه كتبقى ذوق. ومطيشه باش تعرفيها حتى كتذوقيها وما تبقاش فيها ديك الحموضه، عاد كتصوبيها بهذه الطريقه مني ما تبقاش فيها الحموضه ديالها وتعود مطيشه تعطيك الحلاوه ديالها. كديري لها سنيده وترديها فوق البوطه حتى تعسل هذيك سنيده. وانا معاكم. الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا مني طاب ها هو، بغيت نشاركو معاكم. هاكي كيجي. اللي بغيت نقول لكم مني طابت الخضره زدت البيض، هادو غير اختيارين. مني دخل النص ديال الطياب ديال الخضره زدت البصله مقطعه هكا دواور، بصله كركوبه قطعتها دواور درتها من الفوق. كديري البيض، هذه اختياريه. الهريسه كتوالم معاه وكديري لمسه ديال الزيتون غير خضر، ما مسلوق ما والو، كتلوحي غير زيتونات من الفوق مع الخضره حلوه كيعطي واحد الحموضه. ياك هذا الطاجين بالنسبه للطاجين.
بالنسبه لاصوص طوماط مني طابت، ها هي كي كتجي. انا بغيت نشارك معكم كل شيء. كتجي على هذا الشكل، صافي ليا كتجي على هذا الشكل، كتعقد وتجي على هذا الشكل. كتحطي منها في جبيبات، كتحطي طويسلات هكا على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تجربوه. طاجين ب7 ديال الخضاري كيعطي مذاق زوين وروعه، ونتمنىكم تجربوه. اما لاصوص طوماط كتجي زوينه معسله، كتجي زوينه.